قبل ما نبدأ، عايزة أقول لكم إن القصة دي حصلت بجد أو على كلامهم يعني. فلو بتحب القصص الحقيقية اشترك في القناة ودعمنا. وبيبدأ الفيلم في مكان مرعب جدا في وسط الغابة، وبنشوف واحدة اسمها تريزا واقفة حوالين نار مولعة وبتلف وبتتمتم بكلام غريب. كانت بتتكلم مع حاجة مش باينة، وبتقول إنها ساعدت ناس كتير قبل كده وخلفوا، وبتتوسل إن ابنها كمان يخلف. ووقتها كانت بتعمل سحر أسود، وقالت إنها هتضحي بالمعزة دي عشان تخلي مرات ابنها تحمل. وفعلا بتذبح المعزة وبتاخد منها جزء وبتديه لمرات ابنها تاكله. وبعد كده فجأة بيظهر كائن مرعب جدا شكله مش طبيعي، ماسك عروسة لعبة في إيده. وده حصل يوم 26 مارس 2002. وبعد سنة كاملة في نفس المكان بنشوف مرات ابنها وهي بتولد بنت جميلة، وتريزا بتسميها نظر. لكن المفاجأة إن الكائن المرعب بيرجع تاني، وبيقول إن أول ما نظر توصل لسن البلوغ هو هياخدها. وبعدها أمها بتنهار وبتزعق وبتقول ده على جثتي وجثة أي حد يحاول يقرب لها. وتمر السنين ونظر تكبر وتفضل عايشة مع جدتها تريزا. وبيجي يوم بتطلب منها تروح تذاكر مع صاحبتها، وبعد زن كتير تريزا بتوافق وبتقول لها ساعة واحدة بس وترجعي. وبعدها بنكتشف إن نظر ما كانتش رايحة تذاكر، كانت رايحة تقابل حبيبها في مكان مهجور. لكن فجأة المشهد بيتقطع وبنشوف شاب بيجري بيها على المستشفى، وبيقولوا إن لقاها مرمية على الأرض. للأسف بنعرف إن نظر ماتت، وتريزا بتبدأ تتصرف بغرابة وبتعمل حاجات مش مفهومة. وبعدها بتبدأ تأجر أوضة فاضية في البيت لبنتين، جولاي اللي شغالة في مطعم قريب، وديلارا اللي كانت بتحاول تصطاد واحد غني وتوقعه في شباكها. وجولاي قالت لتريزا إن المطعم محتاج حد يشتغل، أما ديلارا فكانت بتقلب في مشاعر الراجل وتوهمه إنها بتحبه، وهي في الحقيقة كانت بتلعب بيه. وبعدها بيجي اليوم اللي تيجي فيه بنت تالتة اسمها سونا، وبتخبط على باب البيت. بتقول لتريزا إنها من بورصة وجت اسطنبول من 6 شهور تدرس تمريض، لكن أبوها رفض وقطع علاقته بيها لما ما سمعتش كلامه. وبتقول كمان إنها حست بحاجة غريبة جذبتها للبيت ده رغم إنها مفلسة. تريزا بتوافق تستضيفها وبتقول لها إنها هتساعدها تلاقي شغل كمان. وبعد كده بياخدوها للمطعم، ولما صاحب المطعم بيشوفها بيرحب بيها على طول، وبيقول لتريزا إن كلامها ما يتردش. لكن جولاي استغربت وقالت ازاي وافقتي عليها وانتي رفضتي بنات كتير قبل كده. وصاحب المطعم قال لها سيبك منها وتعالي اوريك المطبخ. وفي نفس الوقت تريزا بتطلع كراستها الصفراء وبتكتب فيها اسم وسن سونا، ومعاهم صور جولاي وديلارا. وتاني يوم ساركان صاحب المطعم بيحاول يلمح لجولاي بإعجابه وبيديها شوكولاتة، وأول ما بيقرب منها فجأة بتشوف نفس الكائن الغريب بيقول لها بعيدي عنه. وبتصرخ جولاي وفجأة كل حاجة بتختفي، وساركان يدخل يسألها في ايه، بس هي ما بتقدرش تنطق. وبعد كده نروح لديلارا اللي كانت قاعدة مع الراجل اللي بتحاول تصطاده، لكن لما سألها عن شغل أهلها واتضح إنهم عمال نظافة قلب عليها وقال لها المشكلة فيكي انت اللي بتستعري منهم، ويديها الكارت الأحمر ويقول لها ما اسمعش صوتك تاني. وتنزل منهارة، السبوبة راحت خلاص. وفي اللحظة دي سونا كانت بتصلي، ولما خلصت وهي بترجع المصلية مكانها حست إن حد مسك إيديها، وسمعت صوت واحدة بتقول ساعديني. بصت وراها لقت الصورة اتغيرت، ولما لمستها ظهر لها نفس الكائن الغريب وقال لها هيلب مي. وبعدها اختفى ولقت الصورة راجعة لمكانها. وفي نفس الوقت ديلارا كانت راجعة وشافت حاجة طالعة من الأرض، ولما حاولت تبعد الفستان اللي كان مع الكائن اتحرق وبدأت تجري، لكنها لقت نفسها جوه تابوت، وجامايكا الكائن كان ماسكها من رقبتها وبيقول لها مصيرك زي مصيري. وبتصرخ وتجري بترجع البيت، وجولاي كانت بتغفل لكن فوقها صوت برق ورعد. ولما ولعت النور لقت الكائن قدامها وبدأت تصرخ. سونا سمعتها وراحت لها وحاولت تهديها، وبعدها ديلارا فتحت الباب وتعرفوا على بعض. وتاني يوم الصبح جولاي كانت بتظبط نفسها قدام المراية وسمعت صوت الغلاية في المطبخ، راحت تشوف، ولما فتحت الفريزر لقت حاجات مرعبة جواه. وفجأة الباب خبطها في وشها وبدأت تصرخ. لما راحت لسونا لقيتها نايمة، لكنها شافت الكائن قدامها تاني
بس طلعت كانت بتتخيل، لأنها لما صحيت لقت نفسها لسه قدام المراية. الكارثة لقت كدمة مكان خبطة الفريزر، وديلارا لما صحيت لقت نفسها في أوضة غريبة وشافت نفس الكائن نايم على السرير وبيقول لها العملية دي ليكي. والمفاجأة إن الست تريزا كانت هي اللي بتحاول تفوقها وكانت بتتنفس بصعوبة، فمسكت البخاخة وبعدها راحت تدور على شغل في محل لبس. وكل ده التلاتة كانوا بيشوفوا حاجات مرعبة، وكل واحدة فيهم كانت بتشوف نفس الكائن، بس ما كانوش يعرفوا إنهم بيتعرضوا لنفس الشيء. وفي الآخر ديلارا قررت تدور على معنى اسم نظر، وفجأة لقت مناخيرها بتنزل دم. ما كملتش القراية وقررت تسيبها وتريح شوية. وفي اليوم التالي سمعت صوت غريب جاي من الصندوق اللي في الأوضة. لما فتحت لقت جامايكا قدامها، قالت لها ممكن تساعديني؟ سونا كانت هتموت من الرعب، بس الحمد لله طلع كله مجرد حلم. ولما فاقت جرت على الصندوق ولقت فيه جورنال فيه صورة لنظر وكتابة عن الحادثة اللي حصلت لها. أخدت الجورنال وطلعت تجري على الست تريزا وسألتها مين دي؟ أنا دايما بشوفها في أحلامي. أول ما شافت الصورة تريزا بدأت تبكي واعتذرت لها بسرعة وسابتها وخرجت للمطعم. في المطعم سونا سألتهم عن البنت اللي في الصورة، وساركان قال لها إن تريزا كانت تعرفها بس ما كانوش عارفين تفاصيل أكتر. اللي عرفوه بس إن واحد لقاها واقعة على الأرض وأخدها للمستشفى وماتت بعدها بساعات. سونا كانت مش قادرة تستوعب وقررت تروح قبرها بسرعة، ولما وصلت شافت حاجات غريبة قدام قبرها. قالت لها إيه اللي حصلك؟ حاولي تعرفيني عشان أقدر أساعدك. وفي الوقت ده ديلارا كانت تعبانة ومش قادرة تقف على رجليها، وقعت على الأرض، لكن سونا لحقتها وفوقتها. وديلارا قالت لها إنها مش بخير. سونا قالت لها انت لازم تدخلي تتوضي وتصلي معايا. وفعلا دخلت ديلارا مع سونا وصلت، لكن وهي قاعدة بتقرأ تعبت تاني ووقعت. أخدتها سونا بسرعة وودتها المستشفى، وهناك الدكتور قال لها إن هي عندها سرطان في الرئة. كانت صدمة كبيرة وديلارا فضلت تبكي. بعدها الدكتورة زينب أكدت نفس التشخيص، ولما رجعوا البيت سونا قالت لديلارا إنها لازم تروح شغلها وسابتها لوحدها. بالليل سونا لقت ديلارا قاعدة على البحر وحزينة، راحت وقعدت جنبها وحاولت تهون عليها. بعد شوية ديلارا قالت لها إنها حاسة بالبرد وعايزة تمشي. سونا قالت لها تعالي معايا، أنا نسيت حاجة مهمة في المطعم. في الوقت ده أحمد كان شغال مع ساركان وخلص شغله، وساركان قفل الباب عليه وكان قاعد مع جولاي بحجة الشغل. ساركان بدأ يحاول يقرب من جولاي بس هي كانت خايفة وبعدت عنه لما لقيته لزق فيها أكتر، وحاولت تمشيه وقالت له تستاهل اللي جايلك. اتعصب وسابها وبلغها إنها لازم تسمع كلامه. المفاجأة كانت إنه كان بيحب نظر وقال لها هعمل فيكي زي ما عملت في نظر زمان. في الوقت ده البنات وصلوا على المكان وفضلوا يخبطوا على الباب. ساركان كان بيحاول يكتم صوت جولاي، ولما سونا اتصلت بجولاي سمعت رنة تليفونها جوه. استغلت جولاي الفرصة وضربت ساركان بالطاسة على دماغه وفتحت الباب للبنات وهي منهارة وقالت لهم خلاص أنا قتلت شخص. لكن سونا دخلت بسرعة وطمنتهم وقالت لهم لسه عايش، ما تموتوش الأمل. بعد كده خرجوا مع بعض عشان يرجعوا البيت. في الطريق قابلهم أحمد وسأل جولاي إيه اللي حصل. جولاي قالت له ساركان كان سبب في كل ده، هو اللي عمل كده مع نظر. أحمد انفعل وجرى على ساركان لكن لقاه هرب من المطعم، وفجأة سمع صوت نظر بتقوله أنا مستنياك في المكان بتاعنا. البنات رجعوا البيت وهنا لقوا الست تريزا عامله لهم محشي ورق عنب وفلفل وقالت لهم خدوا راحتكم كلوا قبل ما الاكل يبرد. لكن البنات كانوا مش قادرين يتكلموا، فضلوا يشربوا الشوربه. سونا قالت لتريزا انهم عرفوا مين اللي قتل نظر. تريزا كانت مصدومه وسالتهم مين. جولاي ردت وقالت ساركان حاول يعمل نفس العمل المهبب معايا. وبدات تريزا تحكي لهم عن الماضي وقالت كنت دايما بحمي نظر وما كنتش بسيبها تروح لوحدها، لكن في اليوم ده فضلت تتحايل عليا كتير لحد ما راحت تقابل الزفت ده. وهو ضحك عليها وقال لها انه بيحبها، لكن لما حاول يقرب منها رفض وضربته بالقلم زي ما جولاي عملت. وبعدها بدأت تريزا تفتكر الأيام القديمة وحكت إن ساركان كان صغير وكان دايما محمي في مامته، لكن ساركان ما كانش راضي يسمع الكلام وبدأ يتعصب وقال كل ده بسببك، انت السبب في كل حاجة. وبعد شوية سمعوا ضابط بيقول لتريزا إن نظر كانت في المستشفى وإن أحمد هو اللي لقاها على الأرض. تريزا حست إنها كانت ظالمة أحمد، لكن الدكتورة زينب أكدت إن أحمد بريء وإن نظر ماتت دماغيا. والست تريزا كانت دايما مش طايقة فكرة إن نظر تموت، لكن يومها كان في حاجة مش مفهومة حصلت.
حصلت. زينب الدكتورة اللي كانت على علاقة قوية بالموضوع ده كانت عارفة إن نظر ما ماتتش دماغيا زي ما الكل كان فاكر، ومن هنا بدأت القصة تتشابك أكتر. ديلارا كانت محجوزة في مستشفى في مكان بعيد وكانت محتاجة رئة، وبسبب الاتفاقات المشبوهة اللي حصلت كان في تبادل غير عادل لحياة نظر. ديلارا كانت موافقة على العملية لأنها عايزة تعيش، بس على حساب حياة نظر. وفي الوقت ده كانت الست تريزا سامعة كل حاجة وبدأت تشك، وفي لحظة من لحظات التوتر كانت الست تريزا بتوجه تهديداتها لزينب، وقالت لها إنها لو ما أنقذتش حياتها هتفضحها قدام العالم وتكشف كل حاجة. وفي الوقت ده قررت الست تريزا تستخدم السحر عشان ترد اعتبارها. لقت زينب نفسها في مستشفى بين الحياة والموت، والدكتور أكد لأخوها إنهم مش قادرين ينقذوها. زينب كانت سامعة اللي بيحصل، بس عقلها الباطن كان بيقول لها إنها لسه عايشة. وبعد ما استوعبت الست تريزا إن حياة نظر كانت أغلى حاجة عندها، بدأت تفتكر تفاصيل أكتر، وخصوصا لما ابنها ومراته قرروا ياخدوا نظر عشان يعيشوا بعيد عن السحر، وده كان قبل ما تبدأ الأحداث تتصاعد. الست تريزا كانت حاسة إنها مسؤولة وفضلت تدعي وتستغفر، وفي النهاية قررت تبعد عن السحر. لكن لما جه اليوم اللي نظر ماتت فيه كان كله مليان لحظات غريبة، وبدأت الساعات اللي عاشوها مع سركان تتشابك في عقلها. كل حاجة كانت بتتغير فجأة، كان لازم تمشي الأمور زي ما هي، لحد ما في النهاية ظهر لهم شبح نظر. بعد كده كأنها بتعمل شغل سحري علشان تخلص من اللي كانت بتحاربهم. في اللحظات الأخيرة ظهرت نظر مرة تانية وقالت للست تريزا إنها مش هتخليهم يروحوا لحد تاني، وبالطبع كان لازم تخلص على جولاي وسونا علشان ما يتكلموش. لكن ظهر لها شبح نظر ورفضت إنها تأذيهم، لحد ما بعد لحظات مرعبة بدأت الأحداث تتوقف. وبعد شوية من الهمسات وصل أحمد بسرعة علشان يساعد جولاي، واكتشف إنه كان في النهاية خلصوا من الكابوس ده. وفي النهاية قرروا كلهم يروحوا على قبر نظر يزوروا المكان اللي بدأت فيه القصة. وبعد كده انتهى كل شيء. ما تنساش تدعمنا وتشترك في القناة، ولو الفيلم عجبك اعمل لايك عشان نقدر نواصل نقدم لك محتوى مميز.